السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. فيديو النهاردة هعمل فيه المكرونة البشاميل، ودي كان شكلها النهائي. كانت عايزة اقول لكم طعمها تحفة وريحتها جامدة جدا. اللهم بارك. سهلة جدا، وده كان شكلها النهائي. اول حاجة بعصج اللحمة، بجهز صينية او طاسة على النار، بنزل فيها كمية مناسبة من السمنة، وبنزل بصلتين مفرومين، وبحط رشة ملح عشان تدبل معايا بسرعة. بقلبها تقلبتين، وبنزل 5 فصوص توم اما انا مقطعهم رفيع، وبقلبهم. التوم معاها بتدي نكهة وريحة وطعم حاجة كده، اللهم بارك. بقلبها تقلبتين يا دوبك بشم ريحة التوم، وبنزل باللحمة المفرومة. وده كان نص كيلو لحمة، كان نص لحمة مفرومة بعصجها. بقلبها كويس قوي، وبنزل عليها بالتوابل: مكعب مرق الدجاج، ملح ابيض، فلفل اسود، 7 بهارات، توم بودر وبصل بودر، ومعلقة صلصة. معلقة الصلصة دي بتعزز لي لونها، بتخلي لونها جميل قوي، والصوص بتاعها بينزل على المكرونة، بتبقى حاجة كده روعة. كده خلاص انا عصقت اللحمة، بركنها وبعمل بشاميل. كمية السمنة قد كمية الدقيق اللي انا بعمله عشان تطلع البشاميل مظبوطة. وبنزل عليها الملح الابيض. بعد ما بقلبها كده بيشربوا من بعض السمنة والدقيق. مكعب مرق الدجاج، ورق لورا، وملح ابيض، وبنزل بكمية اللبن. ولو حسيتي ان كمية اللبن قليلة، يا اما تزودي شوربة يا اما تزودي مية عادي جدا. بوطي النار وبقلب تقليب مستمر علشان البشاميل ما تخنش معايا، ولا يبقى فيها حاجات مش دايبة. اخر حاجة بعملها في المكرونة البشاميل، بسلق المكرونة علشان ما تقعدش معايا المكرونة كتير وتعجن. هي كده اتسلقت، وانا اخر حاجة هرص الصينية. بجيب الصينية اللي انا هحط فيها المكرونة البشاميل، اللي بنزل بيها بمعلقتين كبار بشاميل في قاع الصينية، وبفردها كويس قوي. مكرونة البشاميل لما باجي انزل البشاميل في قاع الصينية، بتخلي لي المكرونة طرية من فوق ومن تحت، وطعمها رهيب، ما بتنشفش معايا خالص. وبقسم كمية المكرونة، أنا كنت عاملة بكيلو مكرونة، وبقسم نصها وبنزله في حلة واسعة، وبنزل عليه بشاميل وبقلبه كويس. المكرونة اللي انا قلبت فيها البشاميل بنزلها اول حاجة في الصينية. بعد كده بنزل باللحمة المفرومة اللي انا معصجاها. عايزة اقول لكم بصوا لونها رهيب، جميلة جدا. لونها وريحتها رهيبة ما شاء الله، اللهم بارك. مدية تستعلي قوي. بنزل بنص المكرونة التانية، انا دي ما بنزلش بيها بشاميل عشان انا اوريدي بنزل ببشاميل، طبقة البشاميل فوق المكرونة. كمية المكرونة دي عملت لي الصينية الكبيرة وصينية صغيرة. صينية صغيرة حجمها اصغر صينية كانت عندي البايركس، وعملت زي ما عملت في الصينية الكبيرة. نزلت معلقة بشاميل ودهنت بيها الصينية من تحت، وبعد كده نزلت بنص المكرونة اللي انا مقلبة فيه البشاميل، ونزلت باللحمة المفرومة بقيت كمية المكرونة. بعد كده اخر حاجة بنزل عليها بالبشاميل على الوش كده. انا بحب البشاميل تقيلة عشان بتعمل لي طبقة سميكة. لو انتي حابة البشاميل خفيفة، انتي بتقللي كمية الدقيق بتخليها خفيفة، بس انا بحبها سميكة عشان تعمل لي طبقة حلوة فوق المكرونة. وبنزل بفردها كده. بعد كده نزلت البشاميل على الصينيتين. اخر حاجة بحطها على المكرونة الجبنة الموزاريلا. بحط كمية كويسة على الوش. بسخن الفرن والشواية، بولع الاتنين. لو انتي عندك الشواية ممكن ما تسخنيش الفرن وتولعي الشواية.
دخلتها في الفرن، يا دوبك في وش المكرونة احمر، وقفلت عليها خرجتها من الفرن. ما بتقعدش معايا وقت خالص، يا دوبك بس وشها يحمر وبتطلع بالمنظر ده. حاجة اللهم بارك، تحفة وسهلة جدا. استني عليها لحد ما تبرد خالص وقطعيها، هتبقى ماسكة نفسها وجميلة ما شاء الله. اللهم بارك. عايزة اقول لكم ريحتها كانت تحفة، وطعمها في حتة تاني خالص، حاجة كده اللهم بارك. هي كانت هديت شوية. عايزة اقول لكم هي مش بتقعد فترة كبيرة في الفرن، علشان اوريدي كل حاجة فيها مستوية، المكرونة والبشاميل واللحمة المفرومة. يا دوبك بس وشها ياخد لون وحاجة كده. ألف هنا إن شاء الله. كانت طالعة، عايزة أقول لكم ما شاء الله ما فيهاش، المكرونة من تحت كانت مستوية وحلوة جدا، وما كانتش ناشفة خالص، وكانت حاجة اللهم بارك. وبألف هنا إن شاء الله. ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان توصلكوا كل فيديوهاتي. السلام عليكم.